صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا سيدي، انا هيشغلني زمالك اتعادل، زمالك كسب، زمالك خسر، ملعون ابو ده على ده، ولا فارق لي. تمام. كده كده زمالك راح في داهيه، مش فارق لي. اللي فارق لي حاجه واحده بس، وحاجه مش فاهمها وعايز افهمها بجد والله. المدير الفني للزمالك اوسوريو، مستر اوسوريو، انت كنت بتعيط ليه؟ خير ان شاء الله، في حاجه؟ بتعيط ليه والله بجد؟ بتعيط ليه؟ ايه السبب؟ انت كنت عارف انت هتتعادل صح؟ اكيد صح. اكيد صح، كنت عارف ان المقاولين هيتعادل معاك في اخر ثانيه. عشان خاطر كده كنت عايز تكسب تعاطف الجماهير معاك، عشان الكارثه اللي انت هتطلع بيها والفضيحه اللي انت هتطلع بيها. طب بيراميدز ماشي، بيراميدز بينافس على الدوري، بينافس على المركز الثاني، الكلام ده فمبلوعه قوي ان انت تتعادل مع، مبلوعه جدا. انما المقاولين ده يا راجل، انت لسه كاسبه 6-1 والدنيا معاك حلوه وجميله. ايه بقى في ايه؟ ولا شغلني برضه ولا شغلني. بس كل اللي شغلني وعايز افهمه يا باشا، حد كده من الزملكاويه اللزاز اللطاف اللي جمان قوي يجي يقول لي وسوريو كان بيعيط ليه بجد؟ طب انتوا كلتوا من العياط بتاعه ده؟ كلتوا منه ولا ايه الدنيا بالنسبه لكم؟ الله اعلم، اكيد هتاكلوا منه. انا عارف، انا عارف نفسكم حلوه وتروح على اي حاجه. انا فاهم والله القصه دي. عامه هارد لك، وهفضل اقول هارد لك كتير قوي للزمالك. مش بايدي، غصب عني. انتوا اللي حالكم يصعب على اي حد. شايف انا لابس ابيض اهو عشان خاطر الزمالك. احلى مسا عليكم.